عايزة توفري في ميزانية البيت ويبقى عندك نظام اول الشهر وتجيبي الحاجات المعينة وما تتعبيش نفسك الاول لما تنزلي وتجيبي حاجتك بنظام وحاجة حاجة. فالفيديو ده ليكي. ازيكم يا احلى اخوات واصحاب في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبصحة وسعادة، اللهم امين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. النهارده بقى فيديو جديد وروتين كده قمر وهتحبوه وفيه توفيرات، وبجد يعني بصي هتستمتعي كده وهتشوفي يعني بصي تركيبة صابون حلوة جدا. بصوا كل ما اجيب مشتريات الصابون فلازم اقول لكم على التركيبة الحلوة دي، بجد بتخلي الايد يعني ما يبقاش فيه اكزيما ولا خشنة، بتبقى ناعمة حلوة. وعايزه اقول لكم يعني مفيش الكلام اللي هو بقى بيبقى فيه خشنة في الايد والكلام ده وانتي بتغسلي المواعين، فيه رغوة جامدة جدا. وبصوا رغوة كده بشقاوة. تعالوا بقى عشان اوريكم التركيبة الحلوة. بصوا بقى انا بحب اوفر وبجيب حاجات نظيفة وفي نفس الوقت ميزانية ما تخرمش مني. ازاي ما تخرمش مني يا بيرو؟ حاولي ان انتي تحوشي برضو من مصروف البيت حاجة عشان تعرفي تجيبي حاجة لنفسك، لولادك. لو انتي طبعا ولادك ربنا يخليهم لك، اللبس بقى العيد والحاجات ديت، فحاولي توفري من الحاجات اللي هي يعني مستلزمات اللي هي النظافة. حاولي تجيبي الحاجات اللي انتي عاوزاها والحاجات الضرورية الحاجات المهمة. تمام. فبرضو بدل ما تجيبي جيركن صابون بيبقى مثلا كذا كيلو، لا حاولي تجيبي التركيبة اللي انا هوريها لك ديت وهتبقى بس حلوة جدا بقى عايزة معاكي. اقولك ان التوفير بقى في الحاجات التانية تمام، اللي هو كروكس الوان، الصابون اللي هو بتاع المواعين. اما التوفير بقى يعني ما بوفرش في اللي هو بتاع ايه يا بنات، اللي هو بتاع الاوتوماتيك، عشان خاطر بصراحة بحب اجيبه يعني مضمون. بس هو كده كده لو انت هتجيبي سايب بيجيبلك من الشكارة اللي هي بتبقى باهي، او بتبقى اوكسي. تمام. فبيبقى حلو جدا، او برسيل. هنا بقى جبت الديتول بالليمون. عايزه اقولك ريحه الديتول يعني وانا صايمه كده عماله اشم الريحه، وهو اصلا ريحته باينه جميله جدا، بيعجبني قوي في المسح. طبعا من حته يعني انتي بتدوري كده في المحلات اللي هي بتاعه الصابون، بتجيبي من ده مره وبتجيبي من ده مره. لو انتي لسه ساكنه جديد زي كنت انا حالاتي، يعني كنت ساكنه جديد، فعملت ايه يا بيرو؟ كل شويه كنت اجيب من واحد شكل، من بتاع المستحضرات المنظفات، كل مره اجيب من محل شكل عشان خاطر اركز في حاجه معينه. فجبت هنا داوني كان جميل جدا، اكنك جايباه من اللي هو الشركات. وجبت باهي طبعا بتاع العبات السودا، ده بقول لكم يعني تحفه تحفه تحفه، بيخلي ريحه العبات كده حلوه والحاجات السودا. طبعا بقى عندنا بطلونات جينز والحاجات دي بتغسليها على ايدك والعبايات، فباهي او اوكسي برضو بيبقى حلو في العبايات السودا. بس بصراحة انا جربت لسه مجربة باهي في الفيديو اللي فات برضو جميل، فجبته تاني. هنا بقى هعمل التركيبة بقى، بحط 4 اكياس او 3 اكياس بيقعدوا معايا الشهر. براحتك جيبي 4 جيبي 3، انا جبت عرض 3 اكياس صابون جريسلين. بعد كده اللي انا بعبيه ده، يعني عايزه اقول لكم من الشهر اللي فات. بصوا، قلت اما اخلص العبوة عشان احط جديد بقى. هوريكم برضو الرغوة بتاعته كتيرة ازاي في الرخامة. طبعا ما كانش عندي مواعين، بس هوريكم في الرخامة عامل ازاي. خليكم معايا متابعين الفيديو لحد الاخر، وهتشوفي سحور يعني جديد بالنسبة لك وبالنسبة لي. بصراحة انا بحب اوي اعمل العجة، فهتشوفي معايا السحور حاجة جديدة كده عشان تنوعي عندك ان شاء الله. بس اكمل معاكم بقى المنظفات الاول. بس هتحط 3 اكياس، وبعد كده هتحطي 1 اوكسي. اوكسي بتاع اللي هو الملابس، او ممكن تجيبي اوكسي بتاع المواعين، بس بتاع المواعين هيبقى غالي عليكي، فده عادي مفيش مشكلة برضو، مفيش اي خطورة. هيقضي الغرض، وفي نفس الوقت كمان هيبقى حلو جدا وموفر، وكمان بيرغي جدا شوية رغاوي. عايزة اقولك يعني هتحبي اصلا التركيبة دي، وكل شهر هتعمليها. بس كده، فخلصت هنا بقى، واحاول ان انا ارج كويس عشان خاطر ايه، التركيبة تخش في بعض كده وتتغلغل في بعض. بجد بيبقى شكلها عاملة زي الذهبي كده، يعني تيجي تبص كده في الازازة هتلاقي كده تحس فيه رشة ذهبي. هنا بقى كده
خلصت كده كل حاجة مكانها ورتبتها. بتعملي ايه يا بيرو بقى عشان تنظمي المشتريات بتاعتك؟ بحب ان انا يا بنات ان انا انظم مشترياتي ازاي. ما بحبش ان انا اجيب كل حاجة فوق دماغي. كل فيديو بقول للبنات، عشان طبعا في ناس جديدة دخلوا معايا، ما بحبش اكبس الحاجة فوق دماغي. بحب اجيب مثلا حاجات المنظفات لوحدها، حاجات الميزانية اللحوم لوحدها، ميزانية الفراخ، ميزانية السمك، كل حاجة في يوم، عشان خاطر ما ازحمش على نفسي، وفي نفس الوقت اعرف ارتب وادي لكل حاجة حقها وترتيبها. انا بموت في حاجة اسمها الترتيب والتنظيم، يعني انا بحب كده عشان خاطر ما اتعبش بعد كده. انظم احسن باول اول عشان ما اتعبش بعد كده. انا بقى بصوا كنت بنظم كمان، بصوا الشياكة والحلاوة دي بقى انا بنظم فيها بقى الحاجات المستحضرات بقى ايه اللي هي بتاعة النظافة، يعني المعطر بتاع الخشب، بتاع الازاز، بتاع اللي هو المسح، طبعا الحاجات اللي بنفض بيها بجد حلوة جدا بتنظم عندي. بصوا بقى هنا، بصوا انا جايبه لكم لفه، بصوا ناشفه خالص. هحط بقى التركيبه هنا اللي هي بتاعه الصابون، وهتشوفوا بقى. بصوا بسم الله ما شاء الله، رغوه حلوه جدا. يعني بتحسي ان انتي بصي مش عايزه تخلصي الصابون دوت، وفي لمعه كده بتخلي الكوبايات حلوه، وبينضف بصراحه، وبيخلي الايد ناعمه، مفيش بقى الخشنه والكلام ده كله. يلا بقى حطي لي لايك حلو كده من ايدك الحلوه، ولو لسه داخله بقى بتشوفي القناه فهتعجبك واشتركي فيها، وباذن الله تتفرجي على كل الفيديوهات وهتعجبك باذن الله. طبعا بقى لو انتي اخواتي واصحابي اللي معايا دايما في القناه، تسلم ايديكم على الكومنتات الحلوه اللي زي القمر زيكم دي. طبعا عايزه منساش وارحب بالناس الجديده، اهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني وزودتوني. بصوا بقى هنا بقى حطيت بقى بصوا هحطلكوا برضو في صندوق الوصف طريقه عمل الطعميه في الخلاط، بتبقى تحفه جدا وهشه كده وجميله. بصوا انا جبتها من الفريزر وبطلعها من قبلها كده بساعتين، وبعد كده احط عليها بيضايه. هتعملي ايه يا بيرو؟ هعمل عجة، يعني بجد بقالي كتير ما كنهاش، فقلت بقى لا اغير بقى في السحور كده. وبحب ان انا اجدد في السحور، ما بحبش اكل الحاجات التقليدية اللي زي بعض. كذا مرة بعمل طعمية، قلت لا المرة دي هعمل عجة كتغيير، وفي نفس الوقت بتبقى طعمها حلو ومقرمشة كده. بس هنا بقى احط طاسة على النار واحط فيها الزيت، وهنزل فيها، وخلي النار ما تغلطيش غلطتي ديت. انا مش عارفة الزيت قدح مني جامد، يعني سخن مني جامد، فحاولي ان انتي تخلي الزيت كده هادي، تمام، عشان خاطر تعرفي تفردي في العجة. ما تبقاش الزيت سخن وكده انتي هتتكمش منك ومش هتعرفي تفرديها. خلي الزيت كده يعني بارد عشان تعرفي تفردي كده ايه، وتخليها رقيقة. طبعا في المطعم بيخليها لك مدورة وتحس كده تخينة كده انا عاوزاها في نفس الوقت تبقى لا فلافي كده وخفيفة. بس فالحمد لله خلصت. عايزه اقولك السحور خفيف جدا وحلو قوي. بس هنا بقى وطيت عليها عشان خاطر تستوي طبعا من جوه. بصوا باين ان النار هاديه. بعد كده بقى هقلبها بقى بالراحه بحرص كده. بس عايزه اقولك بقى حاولي ان انتي تاكلي يعني في السحور وتكتري من الخيار، الحاجات اللي هي بصوا فيها كده، يعني زبادي، الحاجات اللي فيها يعني تحسي كده ترطب على قلبك، ما تديكيش مثلا ان انتي كده تبقي عطشانه والكلام ده كله. طبعا هنا عملت بيض برضو، وقطعت بقى طماطم وخيار وفلفل. وهو ده بقى السحور بتاعنا، بسيط وفي نفس الوقت كده خفيف. حاولي تغيري من السحور عشان خاطر ما تحسيش ان انت كده زهقانه داخله المطبخ زهقانه بتعملي الحاجه كده وخلاص، لا، حاولي تجددي.
مرة تعملي سوسيس مثلا بالبيض، حاولي تعملي مثلا لانشون بالبيض، تعملي مثلا بطاطس مهروسة مع بيض. آم، اعملي مثلا تاكلوا مثلا بيتزا برضو حلوة مشبعة، ومعاها برضو كوبايتين زبادي كده. بصوا هنا حطيت شوية شيبسي كانوا عندي، فحاسة ان السحور كده قمر كده، قمر زيكم كده. بس هنا خلصت، تعالوا اتفضلوا معايا. فحاولي انتي زي ما بقولك جدتي بقى في السحور بقى، عشان خاطر الواحد بيزهق واولادك كده ما يزهقوش وزوجك، فحاولي ان انتي تغيري. هنا بقى بصوا بحب ان انا احط على البيض شوية كده بشاميل الفول ده اللي انا عاملاه برضو، هسيبهولكوا في صندوق الوصف. والزبادي طبعا بتاعي اللي انا عاملاه. بس هو كان خلاص اخر حاجتين كده خلص. باذن الله هحاول اعمل تاني، بس هجيب بقى لبن من اللبن بقى اللي هو بصوا التقيل الحلو ده. بس هنا بقى خلصت. عايزه اقول لكم ان انتوا توحشوني جدا جدا يا احلى صحاب واخوات في الدنيا. ما تنسوش اللايكات الكتير، وعايزه كده تصلوا على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه. باي.